بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه حلوه جدا. هنعمل كيكه الكوكيز، كيكه غرقانه شوكولاته طريه من جوه، وتطلع كده معانا وشها ذهبي كده وطعمها يجنن. كيكه بجد طعمها حلو جدا. احنا عملنا قبل كده الكوكيز على القناه، المره دي بقى هنعملها ان شاء الله كيك كده زي ما انتم شايفين. بجد طعم حلو جدا وغرقانه كده شوكولاته، الكبير والصغير هيحب الكيك ده. شايفين غرقانه شوكولاته ازاي؟ يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا واقول لكم احنا جهزناها مع بعض ازاي. اول حاجة هجهز معايا كوباية من السمنة او الزبدة، اهم حاجة تكون بدرجة حرارة المطبخ. معايا كمان كوباية من السكر البني، طبعا ما كانش عندي سكر بني، دي كوباية سكر ابيض عادي، وحطيت عليها معلقة كبيرة من العسل الاسود وقلبتهم كده مع بعض عشان يديني لون السكر البني كده زي ما انتم شايفين. هنبدأ بقى نخلطهم كده كويس جدا مع بعض بالمضرب الكهربائي، ممكن بايديكوا او بالمعلقة اي حاجة، المهم نخلطهم كويس جدا لحد ما يدونا القوام الكريمي الناعم اللي انتوا شايفينه ده. لازم ندوب الزبدة كويس جدا مع السكر. بعد ما دوبناهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ لازم تبقى كريمة ناعمة كده. هكون مجهزة معايا حبة واحدة بس من البيض بدرجة حرارة المطبخ، هحط عليها نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنخلطهم برضو كويس جدا مع بعض كده بالمضرب. ولو عايزين تكملوا بقى بالمعلقة عادي براحتكم، بس المضرب بيسهل يعني بيخليناش ناخد وقت كتير في الخلط. هندوبهم كده كويس جدا بعد ما البيضة بقى اختفت كده مع الزبدة والسكر. هكون مجهزة معايا كوبايتين من الدقيق نخلاهم ومجهزاهم كده، هنزل بيهم على طول. وهنا انا المفروض احنا مجهزين كوبايتين ونص من الدقيق. اول حاجة نزلت بيها كوبايتين اتنين، وهسيب نص كوباية على جنب هشوف هحتاجها ولا لا. وحطيت رشة صغيرة من الملح ونص معلقة من البيكنج باودر. هنقلبهم، لو مفيش بيكنج باودر تقدر تستبدليها بالبيكنج صودا. هنقلبهم بقى كده كويس جدا. طبعا احنا مش هنعجنها، احنا هنتعامل معاها كأنها زي البسكوت، يا دوبك بس كده هنلم العجينة لحد ما الدقيق معانا يختفي. شايفين بصوابعنا كده بالراحة، مش هنعجن فيها ولا اي حاجة لحد بس ما الدقيق كده يختفي. انا عايزة اوصل للقوام بتاع العجينة، القوام اللي هو تكون العجينة ناعمة كده معايا، ما تكونش مشققة ولا ناشفة. انا هنا ما احتاجتش النص كوباية التانية بتاعت الدقيق، هم استخدمت كده كوبايتين بس من الدقيق. وهحط عليهم كوباية من الشوكليت شيبس، وهنخلطهم برضو كده مع بعض. وكمية الشوكولاتة زي ما انتوا عايزين تقللوا تزودوا براحتكم. بعد ما خلطناهم كده، شايفين بقى كده دي كده شكل العجينة بتاعت الكوكيز، ناعمة وطرية جدا والقوام بتاعها حلو جدا كده شايفين. هنبدأ بقى نجيب الصينية بتاعتنا، هحط فيها ورقة من الزبدة، تقدروا تستخدموا اي صينية موجودة متوفرة عندكم. هاخد كده قطعة من العجينة هنفردها في قلب الصينية بتاعتنا، ونعمل ليها حواف كده من الاطراف، عشان لما اجي احط الشوكولاته بتاعتي في نص العجينه ما تخرجش بره. شايفين ازاي رفعنا كده الحواف بتاعت العجينه كده لفوق شويه. هجيب بقى اي نوع شوكولاته سبريد موجوده عندي، لو ما فيش شوكولاته سبريد تقدروا تستخدموا اي شوكولاته موجوده عندكم، تسيحوها على حمام بخار وتحطوها. موجود نوتيلا، موجود شوكولاته دارك، اي نوع شوكولاته عندكم تكون كده سهله الفرد، تقدروا تحطوها وتوزعوها كده على العجينه زي ما انتم شايفين كده. انا كان عندي الشوكولاته السبريد ديت، هوزعها كده على طبقه العجينه اللي احنا حطيناها الاول. بعد ما حطيت بقى كده، وطبعا برضو كمية الشوكولاتة اللي انتوا هتفردوها على العجينة زي ما انتوا عايزين تزودوا او عايزين تقللوا برضو براحتكم.
هنجيب بقى بقية العجينة هنفردها كده على ورقة زبدة على حجم الصينية بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهاخدها كده وهنزل بقى بيها على الشوكولاتة. طبعا انا مش ما كانش ينفع ان انا احط العجينة على على الشوكولاتة واقعد افرد فيها، كانت هتتبهدل معايا. ففردتها كده بره على ورقة زبدة ونزلت بقى بيها كده على الصينية. طبعا بنكون مظبطينها على حجم الصينية بتاعتنا، وهنضغط بقى كده عليها بايدينا نساوي الصينية بتاعتنا ونساوي العجينة. مش هنضغط جامد علشان برضك الحشوة بتاعت الشوكولاتة ما تطلعش بره. وطبعا احنا فاتحين الفرن ومجهزينه على درجة حرارة 180 يسخن معايا من اول ما بدأت الوصفة. هزود بقى هنا كده على الوش كمان شوية من الشوكليت شيبس. ولو مفيش شوكليت شيبس تقدروا تستخدموا القطع الشوكولاتة، لو موجود مثلا قالب شوكولاتة عندكم تقدروا تقطعوه قطع صغيرة او مكعبات صغيرة وتحطوها برضه كده على الوش، هتبقى حلوة جدا معاكم، هتطلع معاكم نفس النتيجة. وده كده كان شكلها. هندخلها بقى الفرن، هتقعد لها تقريبا من 30 ل 35 دقيقة في الفرن. بعد 30 دقيقة بالظبط طلعت معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها تقريبا 10 دقايق تبرد وهفتح عليها عشان اطلعها واوريها لكم. بجد بنات من الوصفات السهلة والسريعة والحاجة الحلوة جدا اللي تقدري تجهزيها وتعمليها. طبعا اي حاجة فيها شوكولاتة الكبير والصغير بيحبها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طالعه بقى واخده اللون الذهبي الحلو الجميل ده. وطبعا مقرمشه من بره كده وطريه كده من جوه، الشوكولاته كمان سايحه جدا من جوه. هوريكم شكلها دلوقتي عامله ازاي، غرقانه شوكولاته من جوه. اعملوها بقى مع كوبايه قهوه كده او كوبايه نسكافيه، روعه. شايفين شكلها بنات عامل ازاي من جوه؟ الشوكولاته بقى كده سايحه كده معاها، طعمها حلو جدا وريحتها كمان حلوه جدا. جربوها يا بنات وانا متاكده ان هي ان شاء الله هتعجبكم. وبكده خلاص يا بنات اكون انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى ان هو يكون عجبكم. وقولوا لي يا بنات لو عايزين اجرب معاكم اي وصفه قولوا لي عليها وانا اعملها معاكم ان شاء الله. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.